ዱንያ ላይ ያለ የጀነት ነው የተባለ ታላቅ ሰሃባ ነው ሰልማን በል ይላሉ فوق هذا الجنة تشتاق إليه جنة ወደ ሰልማን ትናፍቃለች ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديثاቸው ምን ይላሉ ان الجنة تشتاق الى ثلاثه جنة ከኔ በሰሃቦች ውስጥ ወደ ሶስቱ በጣም ትናፍቃለች እኔና አንተ ነን አሁን ጀነት ምን ናፍቀው اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه بالدنيا حسنه خير ነገር በአኺራ حسنه ምንድነው ጀነት ነው ማለት ነው እንዲህ ያለ ምን ለምናት ምን ናፍቃትን ጀነትን እሷ ግን ምትናፍቃቸው ሶስት ሰዎች አሉ ከነሱ ውስጥ ማንን ተከሱ ሰልማን ረዲየላሁ ዐንሁ ጀነት ትናፍቀዋለች أخرجه الترمذي وقال حسن غريب الله أكبر سلمان رضي الله عنه من أين الدرجة ينبرو سلمان كان سلمان غزير العلم تلك أوقات ينبرو صون سلمان وكان من أفضل الصحابة علما كصحابة تست تلك علم ينبرو طلق صحابة من سلمان رضي الله عنه سيدنا علي سلسو تتأيقوا سلتلك علمه سلسفي فكرة عما لك تتأيقوا سيدنا علي منالو فقال ذاك امرؤ منا وإلينا أهل البيت سلمانكو ينيانو ياسو يكنيا كنبي صلى الله عليه وسلم بيتسوست عندكونو علم علم الأول وعلم الآخر يمجمرون وقت يمجرشون يوقنو وقرأ كتاب الأول وقرأ كتاب الآخر የመጀመሪያዎችን ኪታብ እነ ተውራት እና ኢንጂል በነብዩ ኢሳ በሙሳ የተወረዱ ያወቀ ወድ በነብዩም የተወረደለትን ኪታብ ያወቀ ጥልቅ ዒልም ያለው ሰው ነበር وكان بحرا لا ينزف ድካው ማይደረስበት ማይነጥፍ ጥልቅ ባህር ነው ይሉ ነበር سيدنا علي رضي الله عنه ከዚህም አልፎ سيدنا علي سلمانን لقمان الحكيم ብለው ይሰይሙታል لقمان الحكيم الله سبحانه وتعالى سلا لقمان قرآن لي تكسوال ولقد أتينا لقمان الحكمة يعني لقمان حكمان تبابن ستن ونبر إلان يا نبي صلى الله عليه وسلم لقمان الحكيم سلمان نويل نبر سيدنا علي رضي الله عنه تلاك مفكر نبر سلمان تلاك تلك علم نبراتشو سو نبرو يهم تلك علماتشو كزيك استفلي نسبع ركال يا نبي مسكر زيقا سيازدكونا يعلن عندي أبو الدرداء ታላቁ ዛሂዱ ሰሃባ ከሱ ቤት ያድራሉ ሰልማን ረዲየላሁ ዐንሁ